أنا خنت جوزي وبنتي بأبشع الطرق، وربنا سبحانه وتعالى انتقم مني. والنهاردة جاية أحكي قصتي علشان تكون عبرة لناس تانيين، علشان يفهموا ويعرفوا إن الغلط آخرته وحشة. أنا اسمي ياسمين، من محافظة الشرقية، وعندي دلوقتي 35 سنة. اتجوزت وأنا صغيرة جدا، كان عندي 17 سنة وقتها. وجوزي كان راجل كبير، أكبر مني في السن ب12 سنة، بس كان طيب بصراحة وحنين. دلوقتي أنا عندي 35 سنة، أنا عندي بنتين وولدين. بنتي تقريبا عندها 18 سنة. جوزي مسافر السعودية، ما بيجيش غير فين وفين لما بيفكر فيا، وأنا عايشة مع ولادي وبس. جوزي متشدد جدا، ومحرم علينا الخروج والطلوع، وكمان على بنتي حنان حارمها من كل حاجة. لكن هي ليها واحدة صاحبتها اسمها سهر، قريبة منها جدا. سهر دايما بتيجي تزورنا، وبنتي بتروح لها طبعا بعد ما تستأذن مني. وانا رغم ان باباها شادد جدا ومنعنا من كل حاجة، لكن برضه بخاف عليها ان هي تتخنق، فكنت بوافق ان هي تروح لسهر صاحبتها دي، لكن طبعا تحت طوعي وإشارتي. لحد ما في يوم من الأيام لقيت سهر وهي عندي بتقولي: أنا أهلي معجبين جدا ببنتك حنان، بأدبها وأخلاقها وبتعليمها. أهل سهر دول ناس يعني مستواهم عالي، وناس كده طبقة راقية، وكمان متفتحين جدا. وعندهم ابن اسمه كريم بيكمل تعليمه في أمريكا. سهر قالت لي إن أخوها هيخلص آخر سنة ليه كمان شهر كده، وإن بعد الشهر ده هيرجع تاني، ووقتها هيجي يتقدم لحنان طبعا. أنا شفت صورته لما طلعتها سهر من قلب شنطتها، لقيته شاب جميل وجسمه رياضي وزي البدر في الصورة. طبعا قلت ماشي، بس لما أسأل باباها الأول. وبعدين جه بالليل واتصلت فعلا بباباها، وحكيت له على أهل سهر، وقد ايه ان هما ناس بيشرفوا عيلة كويسة جدا جدا، وان شاء الله لو في نصيب حنان هتكون عايشة مرتاحة، وان الولد اخلاقه كويسة وشكله كويس وعايش برا وبيكمل تعليمه هناك، وان هو هيرجع كمان شهر. فوافق وفرح جدا هو كمان، ورحب بالموضوع. اتصلت بسهر وقلت لها ان احنا موافقين ومرحبين بالفكرة، لكن فاضل طبعا ان احنا نشوف كريم، وكريم يشوف حنان. وفعلا قالت لي ان بعد شهر ان شاء الله هيجوا يزورونا. والوقت عدى بسرعة، والشهر عدى زي الهوا، وفجأة لقيتها بتتصل عليا وبتقولي ان كريم جه، وان هم هيجوا علشان يتقدموا رسمي. وفعلا كريم جه، واتخطبت حنان لكريم. اتخطبوا رسمي، ومن أول قعدة لبسوا الدبل والتفلة يكون رجع باباها من السفر من السعودية. وكريم كمان كان شاب جميل وزي القمر، دخل علينا كده ولسانه زي السكر، وليه طلة كده حلوة قوي. بصراحة أنا ارتحت له، وبسرعة كلنا حبيناه، وخطف قلوبنا وبقى دايما موجود عندنا. وطبعا كل زيارة وكل التانية بقينا بناخده على بعض أكتر وأكتر. كان بيجي تقريبا مرتين في الأسبوع، كان دايما متواجد عندنا، وكان دايما بيتكلم على بنتي بكلام جميل، وكان دايما يشكر في شكلها وفي لبسها وذوقها. كان دايما كل ما يجي ما يجيش وإيده فاضية، يا إما هدية، يا إما هدية ليا، يا إما هدية لحنان. وزي ما كان بيسمع حنان كلام حلو، كان بيقولي أنا كمان أحلى كلام. دايما كان بيتغزل فيا وبيعاكسني، وبيقولي قد ايه ان انا حلوة وجميلة، وقد ايه لبسي حلو وانيق. زي ما كان بيقول لحنان، كنت بفرح قوي، وكنت بستنى ان هو يجي كل اسبوع، المرتين تقريبا اكتر من حنان. بصراحة مش فاهمة ايه اللي حصل، اتشدت له وبقيت بستناه، ومن يوم للتاني علشان أشوفه وأسمعه وهو بيغازل ويعاكس حنان، وبسمعه وهو بيغازلني. وبصراحة ما اكدبش عليكم، كنت بفرح قوي قوي بكلامه ليا. مش عارفة ليه، مع الوقت حسيت ان انا اللي بستناه كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله، وتعلقت بيه. كنت بستنى زيارته لحنان على نار، وكنت دايما بتعمد اسيبهم لوحدهم وادخل عليهم فجأة.
معرفش ليه كنت ببقى عايزة اشوف ايه او مستنية ايه ان هو يعمل ايه معاها، بصراحة مش عارفة. بس المهم ان انا كنت بحس بمتعة رهيبة لما بيكون كريم موجود، سواء بيقول الكلام ليا او لحنان. ببقى مبسوطة لان انا محرومة من الكلام ده ومحرومة من سماعه، خصوصا لان كان جوزي اكبر مني وكمان كان عايش في السعودية وسايبني دايما. كنت ببقى وانا بسيبه دايما كده وادخل عليه فجأة الاقيه يروح على طول محول كلامه ليا انا، حتى لو كان بيعاكسها وبيغزلها الاقيه يبصلي ويعاكسني ويهزر معايا. لحد ما في مرة من المرات لبست حلو قوي واتمكيشت مكياج جميل جدا واستنيت زيارته، وحنان في اليوم ده اتأخرت في اللبس. ولما جه كريم ودخل الأوضة علشان يستنى حنان تدخله، أنا اللي دخلت عليه الأول. وقتها كان أول مرة يشوفني بالمنظر ده، وقف قدامي وبصلي ومسك ايدي جامد وبسها وقال لي انا مش مصدق نفسي، اقسم بالله لما كنت اعرف وما كنت متأكد ان انتي ام حنان ده كنت فكرتك اختها. ايه الجمال والحلاوة والشياكة دي. وقتها حنان دخلت علينا، واول ما دخلت حنان ساب ايدي ومسك ايد حنان، الاتنين وبسهم زي عادته، زي ما بيعمل على طول، وفضل يعاكس فيها قدامي. بس انا ارتبكت الحقيقة ومشيت على طول وسبتهم ورحت المطبخ وقعدت اعمل قهوة تركي وعملت لهم حلويات وسبتهم براحتهم خالص. لحد ما انا داخلة اتفاجئت من المنظر اللي انا شفته، وتنحت ولقيت جسمي كله تلج. لقيته حاضنها وسايباله نفسها خالص، ولو ما كنتش انا قطعتهم ودخلت عليهم كان ممكن يكمل ويعمل معاها حاجة. في الاول بصراحة حسيت بمتعة المنظر اللي انا شفته ده، لقيت نفسي بتنرفز عليهم وبزعق لهم وبقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انت ازاي تعمل كده وانا مش قاعدة؟ ازاي تستغل عدم وجودي وازاي تستغل غياب ابوها من البيت وتتصرف التصرف الوحش ده؟ يا جماعة كل حاجة وليها وقتها، وانتم لسه في مرحلة الخطوبة وما يصحش يحصل ما بينكم ده. وبصراحة اتعصبت جدا وفقت لنفسي وانزعجت جدا من المنظر اللي انا شفته، وما كنتش فرحانة زي ما انا كنت مستنية في الاول. كنت انبسطت لكن بعديها لقيت نفسي وانا متضايقة جدا جدا. لقيت كريم طالع يجيلي يجري ورايا وفضل يبوس في ايدي وفي دماغي ويطبطب عليا ويبوس كتفي ويقول لي حقك عليا. طب انا غلطان، اوعدك الموضوع ده مش هيتكرر تاني. وبجد احنا ما عملناش حاجة، لكن وقتها طبعا انا كنت متضايقة جدا. ولقيته فجأة بيحضني وبيطبطب عليا ويبوسني، وكانت اول مرة يحضني ويبوسني وانا ام خطيبته. معرفش كان قصده ايه من الحضن ده، بس انا ما حسيتوش ان هو بريء خالص. نسيت الموضوع ونسيت كل حاجة حصلت بيني وبين حنان، وحسيت وركزت في لمسته ليا، وان هو لمسته ليا ما كانتش ابدا طبيعية ولا بريئة. وبقى عندي احساس ان هو كمان بيحس بنفس الاحساس اللي انا بحس بيه لما بشوفه. وهو في اللحظة دي حصلت مصيبة، ولقيت جسمي كله اترعش كده وانا بين ايديه. اكيد طبعا كريم حس بالموضوع ده وشكله كان فرحان في الوقت ده. انا قررت ان لازم كريم يخرج بره حياتي انا وبنتي، مش هينفع ان انا اتعامل معاه ان هو خطيب بنتي ابدا بعد كده. اليوم ده لان انا ما ينفعش ان انا اتجاهل الاحساس اللي انا حسيته، وقررت ان انا لازم ابوظ